يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أركان 4. أول شيء العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. الله يقول سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. في ناس لا نفعك ولا سوى لك شيء ولا أعطاك شيء، لكنك تحبه، تشوفه، ترتاح له، تقبل عليه، تثق فيه بدون أي سابق تجربة. هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. فالعلاقة مع الله، العلاقة مع الخالق تؤثر في العلاقة مع المخلوقين. فهذا ركن كبير جدا ومشحون النصوص الشرعية في قضية تمتين العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وحسن التعامل مع الله، حسن الخلق مع الله، هو قائم على 3 أشياء: قائم على تصديق أخباره، والرضا بأقداره، واتباع أوامره. الذي يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى، يصدق أخباره ويرضى بأقداره، هذا هو الذي يحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ثم الركن الثاني العلاقة مع الذات، والعلاقة مع الذات فيها مجموعة أشياء: تقدير الذاتي. طيب تسمح لي قبل أن ندخل الذات، ودي أعرف وش أهمية العلاقة مع الله للإنسان؟ طيب، يعني كيف تنعكس على الواحد، على الإنسان، يعني العلاقة الروحية؟ خلينا نعكسها. ماذا لو لم يوجد إله كما هي في العلاقات المعاصرة الآن؟ إذا حابين نتحدث عنها مثلا، إذا غاب الإله، غاب الرقيب، غاب الشاهد، غاب مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبالتالي كل تعاملي معك سيختلف بوجود الرقيب. ثقافة أصلا إحنا لما خلقنا الله عز وجل أشهدنا: لست بربكم؟ كلنا قلنا نعم. بلى. طيب، وعرض الأمانة، فإحنا مستأمنين. تخيل واحد مستأمنك على جسدك وحياتك ووقتك ومالك، هو أمانة الآن ورقيب عليك. كيف ستتعامل مع هذه الأمانة؟ وتتعامل معها بكل ما يريده صاحب هذه الأمانة الذي استأمنك. إذن واحد، وجود الله سبحانه وتعالى، استشعار وجود الرقيب يجعلني أتعامل معك، يجعلني أسامحك. الله يقول، شوف ماذا تقول عائشة رضي الله عنها؟ تقول: لله در التقوى، أني أنا أتقي الله. لله در التقوى ما جعل لشفاء الغليل من سبيل. أغضبتها جارية عندها، ما ضربتها، قالت: أنا يوم يقوم الناس لرب العالمين أنا بسكت. إذن هناك جزاء. العلاقة مع الذات ومع الآخرين في وجود مثلا التظلم. أنت ظلمتني، كيف أقتص منك؟ هناك فأصبر وأتحمل وأكظم الغيظ وأتسامح وأتركها هنا. لكن إنسان يرى أن الحياة هي فرصة واحدة، كيف سيتعامل مع هذا الظلم؟ في التطلعات، إنسان يرى الحسد شديد جدا عندما تظن أن الحياة فرصة، وأن الحياة ليست مناوبة وإنما مناهبة. قد ما أقدر أخذ من هذه الكعكة وأمشي. لكن لما تكون التطلع إن شاء الله في الجنة، شوف بعض الناس يقول لك: لا إن شاء الله، هذه إن شاء الله في الجنة. طيب حلو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا ماذا قال؟ قال: لبيك. يقول الله: إن العيش عيش الآخرة. هذه الدنيا هذه قشور وكذا، هذه يخلي الإنسان يهدى. طيب، لما يأتي القرآن يقول: وإن الساعة لآتية. طيب خلاص نصلي؟ لا. نصوم؟ لا. أجلس في محراب العبادة؟ لا. فاصفح الصفح الجميل. سامح لي قدامك. لذلك دائما المثل يقول: العفو عند المقدرة. لا، تجد أن كثير من الناس يرى أن العفو عند المقبرة. لما يتذكر الموت، لما تجي تسكب عبراتك على إنسان راحل كان بينك وبين الشيء، الموت يوقظ هذا الشيء في داخلك، أنك تتذكر الموت، تحس الدنيا ما تسوى، ما تسوى، وأن هذه الحياة أصلا كلها الحياة المعاصرة. الفرق بيني وبين غير المسلم أو الإنسان المتلوث بالنموذج الغربي، حياة شاسعة جدا. حياة الغرب أو الغربي، حياة الغربي مثل قبره، مزخرفة
لكنها ضيقة موحشة من الداخل. هو حياته كذا، أشياء حلوة ومتع وفلة، لكنه ضيق صدره مرة. طيب حياة المؤمن لا، مختلفة تماما. وإن ضاقت فإنه مهما ضاقت يجد في سجادته السعة، يلقى كلش ويرتاح، وفي يوم آخر، وفي جزاء، وفي قدر، وفي حكمة، وفي خيرة، وفي بركة، وفي مفاهيم كثيرة هي تحتضنه ولا يحتضنها. هذه من الفروقات الكبيرة إذا استشعرنا وجود الله سبحانه وتعالى، أن التعامل مع الآخرين يتحول إلى علاقة إرضاء لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يصغر ولا يكبر هذا التعامل عندما يقيمه الله سبحانه وتعالى. كيف؟ أشيل أنا غصن من طريق المسلمين فيدخلني الله الجنة، يرضى ويدخل. يا الله، الجنة اللي طارت من أجلها الأرقاب وغبرت الأعقاب، أدخلها عشان إيه؟ لأن هذا الإنسان له قيمة عند الله سبحانه وتعالى، له قيمة. ليش له قيمة؟ لأن ما خلق السماوات والأرض إلا له، ولا إله إلا الله التي في صدره تزن السماوات والأرض، ودمه حرمته أشد حرمة من الكعبة. هذا إنسان عظيم. فأنت لما تسوي شيء بسيط، أنت في نظرك بسيط، هو بموازين الله سبحانه وتعالى مختلف تماما. لما تدخل بهذه النظرة تختلف بنظرة أن يتعامل معك في سوق الذي يحسب تجارتي فيها هو الله سبحانه وتعالى. أنا أرضيك لأرضي علام الغيوب. طيب النموذج الغربي، الزبون دائم على حق. لا، تتحول العلاقات من تعامل إلى تكتيك. كيف تكتيك؟ تكتيك يعني أسوي شيء عشان أكسب، فأنا أحاول أدخل إلى القلوب لأستخرج ما في الجيوب. هذه الفكرة. العميل دائم على حق، وأنت كويس ورائع، كيف أخذ منك؟ هنا لا أعمم، أنا أتكلم عن نموذج هنا ونموذج هنا. يعني هذه أشياء إذا استحضر الإنسان معية الله عز وجل في التعامل معها، في أشياء كثيرة ستتغير. بس إذا تسمح لي، يعني ودي أخذها وننزل شوي إلى الواقع اليوم. فاليوم في الواقع في تأثر يعني ذكرت الغرب أو الغربي أكثر من مرة، وهذا موجود اليوم على أرض الواقع، نقدر نعيشه ونشوف. فكل الكلام اللي أنت قلته من دافع ديني بحت، بس ماذا عنه كجانب روحي بغض النظر عن الدين؟ فكيف أثر العلاقة الروحية، أهمية وجود علاقة في اليوم مثلا لما تشوف